اخر نقطه حابب اتكلم فيها قبل ما نقفل مباراه الزمالك، وهي قصه سباب الجمهور لزيزو وزوجة زيزو. والحقيقه يا جماعه حاجه مش كويسه خالص، اللي يعني الخوض في اعراض. يعني يمكن الواحد عدى عليه كتير ومتفاهم قصه ان انت بين الانديه المنافسه ممكن لعيب يفضل يتشتم او لعيب يتعرض لمضايقات من جمهور المنافس، ده طبيعي جدا، بنشوفه في كل انديه العالم. ميسي ورونالدو لما كانوا ريال مدريد وبرشلونه كنا بنشوف ان سواء ده او ده في الملعب الخصم وصفرات استهجان بقى وحركات بالايد وما الى ذلك، بيتعامل معامله المنبوذ. لكن انك تخوض في عرض زوجة لعيب او والدته، فكل ده غير مقبول. وهي مش اول ولا تاني مره تحصل بين جمهور الفريقين. شفنا قبل كده شيكابالا بيتعرض لمضايقات كتير جدا، وصلت برضو لتعدي بالفاظ على مراته ووالدته. وشفنا برضو زمان من جمهور الزمالك مع عماد متعب، برضو خاض جمهور الزمالك في عرض زوجة عماد متعب. والنهارده بيتكرر الموضوع تاني مع احمد السيد زيزو. لما نتكلم على اللي فات، فاللي فات ما كانش فيه ضوابط او كان فيه نظام زي دلوقتي انت عندك نظام وعندك شركه اسمها تذكرتي تقدر ان انت تعاقب اللي عمل كده، ولازم يحصل عقاب للي عمل كده، على الاقل يتمنعوا ماتش او ماتشين او 3 من الحضور. ويمكن لو الموضوع اتكرر تتغلظ العقوبه ويتحرموا طول السيزون. والكلام اللي انا بقوله ده على فكره مش بتكلمه على جمهور الزمالك بعينه، لا، انا بتكلم لاي حد، اي حد من الجمهور يوصل بيه الموضوع ان هو يتعدى او يخوض في عرض اي حد من اللعيبه.